عايزه اقول لك ان انا هديك مكونات اثبتت قدرتها على تطويل الشعر بشكل ملحوظ. تطويل الشعر بشكل ملحوظ، مكونات طبيعيه بتستخدم من ازيل الزمن في تطويل الشعر. مكونات طبيعيه نتائجها مضمونه 100%. طب يا ستي ما تقولي شوقتينا. طب ما انا هقول بس انت تصلي على سيدنا النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هتعملي ايه؟ هتجيبي 250 مللي ميه، هتحطي لي عليهم معلقتين كبار من الروزماري او اكليل الجبل، وهتزودي عليهم معلقه قرنفل. تحطي القرنفل، هتزيدي كمان معلقه كبيره من حبه البركه. حبه البركه رهيبه في تطويل الشعر وتغذيه البصيلات، هي والقرنفل. طبعا غني عن التعريف ان الروزماري بينشط بصيلات الشعر. هنعمل ايه تاني؟ هتجيبي لي معلقتين كبار من القهوه في فوائدها الرائعه للشعر. حطي لي المكونات دي على النار لحد ما يطلوا تماما. سيبيهم لتاني يوم. المكونات بمصفى وشاشه، لان البن بيبقى فيه حبيبات ناعمه قوي ما بتبانش. واستخدمي البخاخ ده على شعرك، وما تنسيش دعوه حلوه تدعي لي من قلبك قد ايه هيفرق معاكي في طول شعرك، قد ايه هيفرق معاكي في تغذيه بصيلات الشعر. بس جميل. خلصتي معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسنيش بقى لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.